مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد القديس يوحنا. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتنس، هلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. صيانة البنية التحتية المدمرة بالسيول في تسني. عمليات جراحة العيون في دكسا بالإقليم الجنوبي. رقابة جادة في الإقليم الأوسط للحد من انتهاك القوانين والتعليمات. إيران تهدد بإجراءات مناسبة بعد العقوبات الأوروبية. ورئيس إيران يصل إلى بغداد في أول زيارة خارجية بعد انتخابه. وفاة 18 شخصا في فيضانات غير مسبوقة جنوب المغرب. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم صيانة وإصلاح الطريق والمجرى التحويلي الذي دمر نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت في 28 من أغسطس المنصرم في مدينة تسني بتعاون شركة سكن للإنشاءات والسكان. وأوضح ممثل وحدة التنمية العمرانية في إدارة مديرية تسني المهندس دانيال هابتي أن هطول الأمطار بمعدل 80 ملم تسبب في فيضانات عارمة وداخل المدينة وتدمير العديد من المنازل، وقد أجريت صيانات وإصلاحات للطرق والمجرى التحويلي بمساعدة الآليات. وأضاف أن الاستعدادات جارية أيضا لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية في تسني وعلي قدر. وذكرت مديرة ضاحية مسكرم السيدة لوتشيا جبرهيوت أن الفيضانات تسببت في أضرار جسيمة نتيجة لقرب المنازل من المجرى التحويلي، وشكرت تضافر الجهود الحكومية والجماهيرية لإنقاذ المتضررين وصيانة البنية التحتية المدمرة. وذكر مدير ضاحية السلام إصلاح طريق تسني قلوج المتضرر بالسيول وتعاون الشعب لمساعدة الأسر المدمرة منازلها. من جهة أخرى، دعا خبير الأرصاد الجوية في مكتب الزراعة في مديرية تسني السيد أرعيا برهاني مستخدمي جسر نهر القاشبركة، دعاهم على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر الفيضانات. وأشار إلى أن توقعات الأرصاد الجوية تتنبأ باحتمالية استمرار هطول الأمطار في سبتمبر، محذرا الرعاة والمزارعين وغيرهم من مستخدمي الجسر إلى الحذر من الفيضانات وتجنب لعب الأطفال في النهر وضفافه. وقال مسؤول مركز الشرطة مديرية تسني النقيب ستيفانوس كيدنا مريم إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن. جرت في مستشفى دكسا بمديرية سجنيتي فحوصات عامة وعمليات جراحية للعيون نظمها مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي. وأوضح مدير المستشفى الأهلي الممرض إرمياس أمون إجراء 510 فحوصات عامة للعيون والقيام ب 44 عملية جراحية لإعتام عدسة العين ومشاكل في عظام العين. وأشار إلى تقديم النصائح والمساعدة اللازمة لمن يعانون من الجلوكوما ومشاكل القرنية. وأفاد مسؤول مكافحة الأمراض المعدية في مديرية سجنيتي الممرض سمر ألم أن حملة علاج العيون لها أهمية كبيرة خاصة للمرضى في المناطق النائية. وعرب الدكتور مكنن أبرهل المشرف على الحملة الطبية وإخصائي جراحة العيون بالسرات والدقرقيش أعلنا عن رضاهما عن العمل والنتائج، ونصح المجتمع لزيادة وعيه بشأن العناية بالعيون. وعرب المواطنون الذين خضعوا للعمليات الجراحية عن امتنانهم للخدمات المقدمة في مناطقهم. أفاد مسؤول قسم القانون والنظام في الإقليم الأوسط القيام بأعمال رقابية جادة للسيطرة على انتهاكات القوانين والتعليمات. وأوضح العقيد تصفى ميكائيل تصفاسيون القيام بعمليات تفتيش في النصف الأول من عام 2024 ركزت على التجارة غير المشروعة والبضائع منتهية الصلاحية والمباني غير القانونية وأسعار السلع والمواد والأسواق القانونية وغير القانونية وغيرها.
وتغريم المخالفين بأكثر من 10 ملايين نقفة. وذكر بأن الحكومة تقوم بتوزيع الدقيق المدعوم على أصحاب المخابز لتوفيره للمستهلك، وقد تم معاقبة 37 مخبز لخفض وزن الخبز ومنع 5 مخابز من الحصول على الدقيق المدعوم وإغلاق 5 مخابز أخرى، وتغريمها بمبلغ حوالي 240 ألف نقفة. كما تم تغريم 3 مؤسسات بما يزيد عن 326 ألف نقفة لتلاعبها في الميزان، و32 متجرا بمبلغ 72 ألف نقفة لبيعها مواد منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تغريم 21 متجرا لاستخدام الأكياس البلاستيكية الممنوعة بموجب المرسوم الصادر عام 2002 مع التحذير الشديد. وأشار إلى حدوث 36 حريقا في الأشهر ال6 الماضية تسببت في أضرار على الممتلكات بقيمة 4.3 مليون نقفة، أكثر من 1.3 مليون نقفة منها ناجمة عن الحريق الذي حدث في مركز مدبر بالعاصمة أسمرة في شهر فبراير الماضي. أعلن الاجتماع التقييمي الذي عقد في بارونتو يوم 6 سبتمبر عن اتخاذ مبادرات في إقليم الغاشبركة لاستكشاف التراث الثقافي والآثار القديمة والموارد بشكل صحيح والحفاظ عليها ونقلها إلى الجيل القادم. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد إدريس صالح وجود موروثات ثقافية وآثار غير مكتشفة وتبذل الجهود لدراستها والحفاظ عليها، وكذا تقديمها للشعب عبر المهرجان الوطني. وقال حاكم إقليم الغاشبركة السفير محمود علي حروي إن حماية الموروثات الثقافية ليست حكرا على جهات حكومية أو مجتمعية بعينيها، والاهتمام بها في مراحل محدودة، ويجب تضافر جهود الجميع. واقترح المشاركون إجراء بحث متعمق حول التراث الثقافي وإجراء دراسات استقصائية بدعم من كبار السن والخبراء في المناطق النائية، وإتاحة الفرص للشباب بهدف التعرف على الثقافة المتجذرة والموارد المحلية والمساهمة في الحفاظ عليها. تلقى 45 مزارعا من سرجغة دورة تدريبية لمدة أسبوع حول تنمية البطاطا الحلوة. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد أبراهام برهانة في مراسم التخريج في 10 سبتمبر، أوضح أن التدريب جاء لحل مصاعب التي واجهت زراعة البطاطا التي وزعت سابقا على المزارعين. من جانبه ذكر خبير تنمية الخضروات والفواكه السيد يوناس قبرو إذ قال البطاطا عام 2000 في مشتى الحلحلة الزراعي لأهميتها الغذائية العالية. ودعا المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أسرات حيلي ومدير مديرية سرجاء السيد كفلة مريم قبر مسكال دعايا جميع المزارعين على زراعة البطاطا لتحقيق المبدأ التوجيهي للطعام المغذي الآمن للجميع. كرمت مديرية الضعيح في 9 سبتمبر 23 من الطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية منتسبي الدفعة 36 للخدمة الوطنية بتقديم جائزة قحيتم. كما قدمت جائزة خاصة للطالبة المثالية سلطانة عبد الله التي حققت 2.6 نقطة بجلوسها في الامتحان بعد 7 سنوات من الزواج. من ناحية أخرى تم توزيع جوائز نقدية على الطلاب الحاصلين على علامة 90 فما فوق في الامتحان الوطني للصف الثامن العام الدراسي 2023-2024، بالإضافة إلى توزيع الشهادات على 29 طالبا متفوقا من الصف الرابع إلى الصف 11. وقال مدير مديرية الضعيح السيد هبتايتس فازقي في المناسبة إن الهدف من الجائزة هو تشجيع الأفضل وخلق المنافسة الشريفة بين الطلاب. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي.
بالرد على عقوبات جديدة فرضتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا على أثر اتهام تلك الدول طهران بتزويد روسيا بصواريخ قصيرة المدى. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان خلال ساعة متأخرة إن الإجراء الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث هو استمرار للسياسة العدائية للغرب والإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني، وسيواجه بالإجراءات المناسبة والمتسقة من جانب إيران، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد ذكرت في بيان لها أن حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا تندد بشدة بعمليات نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وستعمل نتيجة لذلك على فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية إيران أير. وأعلنت الدول الثلاثة في البيان أنها ستتخذ خطوات على الفور لإلغاء اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية مع إيران. من جهته أكد البيت الأبيض أن العقوبات الجديدة ستقيد الرحلات الجوية لشركة إيران أير بين المدن البريطانية والأوروبية وإيران. استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في أول زيارة خارجية له منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في يوليو الماضي. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب أن رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان. وتأتي زيارة بزشكيان إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من السودان. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا أن بزشكيان سيعقد في بغداد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين، وسيوقع البلدان وثائق التعاون والمذكرات الأمنية. وقال موقع الرئاسة الإيرانية إن الزيارة ستستمر 3 أيام. توفي 18 شخصا فيما لا يزال 4 أشخاص في أعداد المفقودين في حصيلة جديدة للخسائر والأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية الرعدية القوية التي عرفتها عدد من مناطق جنوب المغرب. وأوضحت الوزارة في بيان أنه جرى حصر قائمة ب4 أشخاص في أعداد المفقودين بإقليم طاطا يتواصل البحث عنهم بشكل متواصل وحثيث. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن مختلف السلطات العمومية تعمل على التفاعل السريع والناجع مع هذه الوضعية الاستثنائية، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لتقديم الدعم للمواطنين. بعد ما أن أرجئ إقلاعها مرات عدة خلال الأسبوعين الماضيين، أطلقت سبيس إكس مهمتها الفضائية بولاريس دون، المتوقع استمرارها أياما عدة مع طاقم من 4 أفراد. ويفترض أن تشهد الرحلة أول عملية السير في الفضاء لرواد غير محترفين، ما يمثل محطة مفصلية جديدة في الاستكشافات التجارية للفضاء. وكان الإقلاع قد أرجئ مرات عدة خلال الأسبوعين الماضيين، خصوصا بسبب سوء الأحوال الجوية. وقائد هذه المهمة المقرر أن تستمر 5 أيام هو الملياردير الأمريكي جاريد إيزاكمان، الذي يتعاون منذ سنوات مع سبيس إكس ويمول جزئيا الرحلة التي لم يكشف عن تكلفتها. وترمي الرحلة خصوصا إلى اختبار بذات سبيس إكس الأولى المخصصة للتجول في الفضاء. نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. صيانة البنية التحتية المدمرة بالسيول في تسني. عمليات جراحة العيون في ديكسا بالإقليم الجنوبي.
رقابة جادة في الإقليم الأوسط للحد من انتهاك القوانين والتعليمات. إيران تهدد بإجراءات مناسبة بعد العقوبات الأوروبية. ورئيس إيران يصل إلى بغداد في أول زيارة خارجية بعد انتخابه. وفاة 18 شخصا في فيضانات غير مسبوقة جنوب المغرب. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء، ومرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير بحلول العيد القديس يوحنا. دمتم في أمان الله.